ورحمة الله. حلقة جديدة يا شباب، الحلقة الثانية من الغاويس في مصر. يعني اول شيء قبل الحلقه، اول شيء السلام عليكم يا شباب. يعني سؤال بسيط، اول شيء رايكم شنو في السيت اب ده ولا السيت اب حق الحلقه اللي فاتت؟ مع انه صراحه انا ما شايف فيه فرق، لكن بس احنا على فكره ده يعني ده بيتنا او بيت استاذ خيري سمير. بيت خيري سمير يعني زمان كان بيصور فقرب عمل قروش فبقى عنده بيت، بقى يجيب ناس يدفع لهم قروش ويصوروا. هي اصلا ما وقاعد يشغل وقاعد يبني حبه حبه. هو الاداره حقت البرنامج. يعني اي غلط شفتوا منه ده برضه يعني بخير سمير، لو في توفيق من رب العالمين. يلا هذا هيشتت علينا. ممكن ناخذ لوحه هنا كده صورتي تيجوا مشاهداتنا انا وانت. ممكن مشاهداتنا ما بدها. ممكن نعمل تيشيرتات، تعمل تيشيرتات. في حساب انستغرام جميل اسمه تيكو ستايل. ممكن تعمل لنا والله ممكن يعني جميل ما تطلب منه انت. معلش يا استاذ عمر انه بعلم من دون استئذانك، لكن عادي يعني جات فتره الناس بيمسكوا حسابات بعض عادي يعني. شوف احنا في القناه بندعم المشاريع حقت الشباب. اهم شيء تكون قناتي يكون ما عندك شخصيه، اهم حاجه. طيب ابراهيم، حلقه الليله شنو؟ شباب اول شيء قبل انت عارفين انت لسه مرحبا بكم، انت بقيت تمسح ناس نوراني وخيري. خلاص دي نقولها في الحلقه. نقول نهايه الحلقه. مرحبا بكم هنا الغاويس فيديو جديد. الحلقه حقت الليله شنو؟ هذا انا شايف هو الحلقه يعني كانت طبعا برعايه الاستاذ عمر الجعلي، يعني استاذ جميل وفخم كذا. فكره حقته جميله. فانه نحن حنقمط عيوننا حناكل شنو الله اعلم. ليه طيب يسمى فوي؟ ده فيلم طبعا فيلم علمنا نحن على اليوم يا فولينا. انت حضرت الفيلم؟ لا انا كنت قاعد اعلن واحضر. طيب يا شباب باختصار فوي دي هو فيلم حسه حاليا ترند. موضوع انه ما بحكي لكم القصه، المهم احنا حنجرب منتجات، حنكون مغمضين يعني زي لعبه كده. فاحنا حنكون مغمضين وحنجرب المنتجات. الهدف ان انت تعرف المنتج ده شنو وبالتفصيل. يعني الشباب حيدونا حاجات نضوقه، حنكون مغمضين حنعرف ده شنو. عرفت صح؟ فهمت النقطه. فهمت. ما عرفت لا بيجيني كانت قطيره بيحصل شنو. يلا في عقاب دي عقاب. نفترض انت فزت. نفترض كالعاده يعني. وده ما حيحصل يعني. نفترض ان انت فزت. بحب روح الحماس اللي فيك والشغف. تفضل كمل. نفترض ان انت فزت. العقاب شنو؟ انا حكون مغمض، انت حتخيرني من منتجين يمين وشمال. انا حقول لك مثلا بس قبل ما نبدا قول اقسم بالله العظيم انت ما عارف المنتجات شنو. اقسم بالله العظيم انا ما اعرف المنتجات شنو. والله العظيم ولا انا ولا داري اعرف. طيب يا شباب داري انبه على نقطه مهمه. احنا طبعا الحاجه الحنضوقه دي بالتفصيل حنكتبها هنا او مكوناتها شنو. لنفترض يا ابراهيم نعم يا مهند انه انت مثلا اكلت جبنه، يعني مثلا سندوتش جبنه فيه جبنه وفيه قشطه مثلا قشطه فهمت حاجه؟ اكمل. المهم فانت كتبت الحاجه دي، فانا مثلا جيت كتبت ذوقنا الاثنين نفس الشيء. انا كتبت جبنه بس انت كتبت جبنه وقشطه ومثلا وملح مثلا نفترض ملح ده ما في صح؟ هتتخصم منك النقطه. فهمت؟ يعني لازم تجيب الموضوع كامل. يعني لازم ده يعني اختبار لعسل التذوق حقتنا بجد، لانه احنا شايفين احنا بنقيم للناس. والله احنا ذاته دايرين زول يقيمنا يعني. بس بالضبط بس ده التحدي فيها فضيحه على فكره. بسم الله. طيب حنكتب والله اشكالنا بدون نظاره غريبه عليك. انا عشان كده لبست طوال عشان ما اصير يشوفني، لكن انت ما جميل في كل حالاتك. بسم الله. عارف ان ذاك الله ما داري غش عواره واربطه قوي عليك الله بطل هزار. والله ما شايف يعني انت ما شايف اي شيء. انا حسيت ممكن اغش. اوكي بسم الله. شباب يعني جيد ممكن اغش ولا صعب؟ ابراهيم دي اول 3 4 مجلس. صح. ده صحن فيه معلقه وكده صح؟ شباب ده صحن، دي نقطه ممكن اشم ولا حرام؟ عادي مبدئيا دي فطيره يا سندوتش. اسمع لو سمحت العيش ممكن اقول نوع برضه ولا لا؟ يلا انت مستحيل تجيبه العيش على كيفك. ما اقول يعني ما اتكلم انك ابدا اكل ده كده بس لكن خلاص. شباب احنا جايين على فكره. بسم الله الرحمن الرحيم. شباب على فكره يعني انتوا قاعدين تجيبوا حياتي انا ما اكلت في حياتي. يلا دي مشكلتك. يلا انا جعان واضح انه كده ما في اي حاجه ثانيه. ممكن لو ما دقت اجيب ادوق ثاني يعني بس عايز تكون طويله حبه عشان اقدر استمتع بالطعم. ما ده هو ده التحدي ذاته انه مره واحده ممكن تفلسني. يعني انا تقريبا عرفتها. اكتب حسي ولا بعد ما افتح تيجو خلصتها؟ اسكت. لا خليه يخلص. تيجو تعمل وما عارف شكله دخل اللقمه في نخرته ما عارف عمل حاجه. قاعد يدوق حبه. انت بتضحكوا ليه؟ يا جماعه والله ما اعرف. بنوريك. يا ابني خلص اللقمه من قدر تخلص. ده بس خاش توب شيف يعني هو واقعي شديد.
تفضل. معقول؟ يلا انا ما ابدي شنو. يلا انا عرفتها. الوقت من كل زول يكتب وما يوريك ثاني. طيب تعال يا شيخ. سلم الورقه اكتب اسمك فيها. الشيخ اسمع جدا والله اسمع. قاعد اكتب مقالته. والله ما عرفت الطعم شنو صراحه. اكتب اللي عرفته بس. يا جماعه والله انت توترت يجد انا ما عرفت الطعم شنو. ده شكله انت حتتعاقب عقاب وانا صرحتك. انت على فكره قاعد تعمل تاكل الحاجات دي في البيت. ورينا الورقه. عشان ما تشوفوا خطي عليك الله. وريها هنا الكاميرا هنا. انا يا جماعه اول شيء عيش فينو وما في صوص مارتديلا. مهند انت كاتب شنو؟ انا كاتب سندويتش مارتديلا مع جبنه مضفره. مارتديلا شنو؟ مارتديلا شنو؟ شو انت بتسال اسئله صعبه انا المارتديلا دي اصلا ما اعرف هي شنو ذاته. والله جد انت قصدك الشركه؟ ما في مارتديلا لحمه وفي دجاج. لعبتي انا الحياه دي. خلاص مارتديلا اقول مارتديلا دجاج. مارتديلا لحمه. طيب اوري احسن. طيب السندوتش مكون بالضبط من عيش سوداني، من اقول فيه من عيش سوداني، من صوص توميه، من جبنه شدر، ومن تركي سموك تركي. اسمه تركي اللي هو مارتديلا. اقرب للمارتديلا لكنه سموك تركي. يلا ما اسمه التركي انا ما اعرفه. التركي يمشي على الدجاج، فاقرب النقطه ممكن تمشي لتيك ولا هو الاقرب. انا ليه اسكت جبنه مضفره. انت ما عندك ذوق في الاكل أقول اصلا. كده؟ انت ما عندك ذوق. والله شايف الحاجات دي كنت قاعد اشوفها في التلفزيون بس. شكرا للغاويس. شباب دي الحاجه اللي احنا اكلناها. جبنا شيدر وصوص بتاع صوص تومية. صوص انت ده والله. صوص الحين صوص مارتديلا دي. انا والله يا جماعه انا يا سكت الجبنه المضفره لان انا قلتها. انا مضحك انت. بعده شباب انا لو خسرت التحدي ده هعتزل لغاويس. انت بتحتاج الكوره ما بتحتاج أقول الغاويس تاني ذاته. ما قاعد تسوي شيء. هقلبها كميات بس. تفضل. تفضل يا استاذ عمر تفضل خش. عندك تيكو. ما في صحن؟ والله استاذ عمر يعني انت عارف احلى من الاكل ده شنو؟ انت جايبه ليله بنفسك. انت كمان والله العظيم حيرنا. يلا ده برضه سندوتش. يا سلام يا اخي والله سندوتش جميل. هاي ليه فوق شطه؟ شطة شطه عديل. يلا ده انا لو خسرت يا اخي شطه طعمها عفن عديل. يلا ما في شطة نظام شنو دار توهني وفتح. والله انت مجنون والله. والله العظيم مجنون. فاهمك. كيف انت ما شايف صح بجد؟ والله العظيم ما شايف. شكله شارد زي في الفيلم شارد الموز في محل العين ذاك. خلاص؟ جيب صحن. تخيل لما نفتح وش اشوف وشك انت. خير واحد يقوم مغمض. والله انا كون اصلا لابس نظارة ما شايف اي شيء بدون نظارة. نكتب. في مواقي. أرح. طيب. خلصت استاذ. تيتشر انت ليه بدأ يوم خلصت انت هبل؟ يلا ممكن تكتب تاني. خد القلم. خد القلم وقت تخلص؟ والله يا استاذ والله يا عمر. تفضل. انت ابدا يا عم. انا عيش سوداني هو سندويتش يعني مع جبنه بيضاء وطحنيه. جبنه بيضاء نوع. جبنه بيضاء السودانيه دي الجبنه البيضاء السودانيه. انا بجبنه بيضاء انا؟ هذه عيش سوداني مع جبنه بيضاء وطحنيه. ليه جبنه حقت الفول دي؟ كمل. طيب انا عيش فينو نفس العيش الفاتح وطحنيه وجبنه حته جبنه فينو ما جبنة فينو يعني فينو دي جبنه اللي هي بيضاء بتكون مكعبات دي فيتا ما فيتا اللي هنا لا فيتا بتكون قاعده في الدكان فيتا ما في واحده زي سايله كده وفي مربع في حقت مربعات الفول. زي هاي حقت الفول. انا قصدي طيب ادي مايك خليه يقول لك حاجه. دي تقريبا لو غلط انا والله ما بكمل الحلقه دي. طيب السندوتش كان مكون من عيش سوداني نفس اللي فات. وطحنيه وجبنه بيضاء سودانيه زي ما قال مهند ما فيتا وعسل نحل. العسل طبعا ما العسل ما كتبنا. العسل ما كتبنا في طحنية. لكن العسل كان حته فمهند هتمشي للبوينت لانه هو الاقرب.
مشكله هذا انا بحب اللعب رياضي. أيوة. بحب اللعب رياضي والروح الحلوه. انت جات سودانيه بتغلبني، ده تصريح كده واحد. لكن والله يعني حلقه جميله في تنافس. انت صراحه ما تكون متضايق يعني في النهايه قاعد هنا المقصد بالعكس إنه انا متضايق عين، ما هي في فايده. أيوة. لو انت خسرت معناه انت سمين في الفاضي، والناس هتقول لك انت ما سمين. اول شيء انا ما سمين صح، ده كويس. انتصار. ده النقطه الاولى. صح، ده كويس، ده انتصار لك. لو انت فزت معناه انت معلم تستحق البقاء في القناه. والله انت غريب والله. فالفايز والده خسران. غالي والله. قالوا في شنو؟ الاثنين فايزين يعني. اللي بعده تفضل. ما دعاء هسه. عليك الله مهند، عليك الله ما تفتح عينك يا ابني ما عليك الله ما تفتح عينك يا مهند. حاجه حاره. هكاك شيل لي احلى. يلا انت شلتها. بدلتها. انت شنو ده؟ نص حاجه بارده. طعمه غريب يا اخي. شنو ده؟ يا جماعه شو ده؟ دقيقه. اول مره في حياتي اكل طعم زي ده. انا غايته جاهز، قصدي انه يعني انتهيت. يلا دي انا يعني ممكن اهبط. يلا انت ما تتكلم. وش اكلتها خلصتها؟ انا بس عشان الدايت ما بقدر. في حاجه ثانيه ولا افتح؟ افتح يا شباب. وانا افتح ليه؟ ما اقدر اشيل كويس يعني جو خالص. واحد لو سنه ومغمض. شنو الحاجه فيها صوص انت ده والله. انت بتعاني اليد وكده جميل والله. شنو يا جماعه؟ لكن انا تقريبا عرفتها لانه دي يعني دائما تلقاها قاعده في الدكاكين اشتراها الناس. يلا كيف؟ ما انسان اوتوماتيك. عندي شنو؟ دي بالعشان بارد. الحسام فيه صلصه وحلوه على بلاهي. فكره غبي تاكل المصريات هاي انا الحاجه اللي حكتبها دي كان ما صاحي قريبه ليها. تكتب الحياه بالتحديد. والله صراحه ما عارف صراحه يعني. طيب يا ربي دي شنو يا اخي؟ هي لكن الغريب انه فيها طعم يعني كده عرفتها. هل هي مصريه مثلا؟ عن انت ممكن تساله تكتب بس. ممكن اقول انت كاتب مطابق. انا بحب الديتيلز، بحب اقول التفاصيل. صراحه لا يعني انت مع البوينت ده انت شايله. تفضل قول انت اول. يلا قول انت اول. تفضل يا مهند. شوف انا كاتب ورق عنب اللي هو معاه رز، جواه في رز ما اعرف، وفي صوص برا لانه يدي يعني برتقاليه بعد ما اكلت. انا برضه كنت شاكك في الورق العنب بدون اي ديتيلز. يلا انا قلت لك لو ما ورق العنب حيكون الحاجه الثانيه اللي هم بيشبهوا بعض اللي انا بكرهها كور. انا عارف اكلتها عليه محشي كرنب صح؟ يلا انا كتبتها محشي مع كوسه الصغيره ديك الخضراء، او مثلا مصر بيقول لهم محشي كرنب، لكن هي مع كوسه خضراء مع رز مصري وفي صلصه برضه يعني الصوص صلصه. يعني ستاندر ورق عنب او محشي؟ لا انا ما ورق عنب محشي. كفته؟ طيب الإجابة هي محشي كوسة. أيوة. محشية رز، لحمة مفرومة وصلصة. يلا ما تطلع ما ضبط اللحمه صراحه، لكن يعني انت قاعد محشي كوسه. ايوه فالبوينت هتمشي بدون فرض يستاهل فيها بوينتين. لتيكو بوينت واحدة، أنت ما تبقى كريم. خلاها شباب انت ما تجيب اكل مصري يعني انا يعني ثقافتي انا قلت لك انت عارف مهند شوف انا انت سوداني حر. انت لازم في حياتك دي لازم تجتهد وتتعب وتثقف، ما ينفع تكون كده في لك الساي. انت بعدين عيب انت زول يعني زول انت عندك. اقلب القناه دي كميات بس. والله يا مهند والله يعني زعلتني والله، ما توقعت تغلط في حاجه زي دي صراحه يعني. بالعكس دي حاجات ما في فرد بالنسبه لي يعني في الحياه الواقعيه ما باكلها. احلف اقسم بالله العظيم ما بغش يا ابني والله ما قاعد يشوف. ما في اي مصداقيه. والله انت عارف الحاجه في اللعب دي شنو؟ جدد انه انت تكون واثق من زميلك. والله العظيم يا شباب انا اسي حاليا والله ما شايف جد. عشان اديك امسك. محمد افتح ابدا. يا جماعه والله يعني شنو ده؟ شو الصوص الغريب؟ يلا 3 2 1 فيكو. ترى ده كان اصعب جوله بالنسبه لي كطعم. بجد ما عرفت دي شنو ده؟
انت عايل. والله ما داعين. استغفر الله. ابدا تيكو. الصوص تقريبا ماستر، اللون الاصفر ده كان بيحط له هوت دوج، انا ما اعرف اسمه، اكيد تقريبا اسمه ماستر. هاني ماستر. والله هاني انت ده. ده بالنسبه للصوص. والقطعه دي كانت جبنه رومي تقريبا، جبنه رومي لكن من النوع شنو الاوتوكيت داك ما بتاعت الدكاكين. والعيش تقريبا كان توست تقريبا يعني. عيش عادي وجبنه الجبنه الصفراء اللي هي جبنه صفراء انت ده. يلا اسمها جبنه سويديه، انا عارف ده نوع معين من الجبنه وكل يوم بنجيبه عشان كده انا حافظ. يلا شفتها، يلا في- كده ظلم، انا كده ما راضي لو الموضوع طلع صح. انا باكله. انت بتاكل محشي صح؟ انا ما اكل محشي. زعتر؟ في زعتر بنسبه بسيطه، وفي الصوص اللي انت قلته ده على ما اعتقد انه اسمه هاني ماستر. انت ما كاتبه، شنو الصوص اللي انت قلته ده؟ انت ما كاتبه هنا، هنسوق؟ خلاص ما اقدر يغش. شطبته، لكن جبنه وزعتر. طيب الوجبه دي كانت عباره عن كرواسون، اوه فيه جبنه سويسريه، سويسريه كمان. فيه زعتر، وفيها خردل مستردة، صح؟ فانت كتبت حاجتين، انت ما كتبت انه ده نوع العيش شنو، ولا كتبت نوع الصوص شنو، انت كتبت الصوص وكتبت العيش اللي هو اولموست هديك البوينت، فما في بوينت الاثنين. يلا دي قلة. 0-0. Oh my God, no problem. I am deal with this. I'm deal. Thank you, Mr. Omar, for all this what you say. بس كده نتيجة 2-0 لك. باقي كم جوله طيب؟ أصل نتيجة 2-1 صح؟ 2-1. انت فزت بالقبله صح كده أنا المحشي. مجنون والله يا مهند. مهند بدي أسألك سؤال. ها يجل شايف شنو السيتا؟ شايفها بس. ها؟ شايفها. يجل شايف شنو؟ ما شايف شو والله. خدها على الترابيزه كده. شكرا يا أستاذ. دانا فيك مالك يا خليك مالك يا عمر يا لا بأس، ما في حاجة، ما في حاجة. اوه ده شكله من حق الحلقة اللي فاتت. يا سلام يا سلام. انت يا مهند بتبطل غش على فكرة، كده قاعد انت جيد كده بتبطل غش كده، لاعب ترقم واحد. غش ليه؟ ما تغش ما تغش. غشيت 200 انت قاعد تسوي كده، قاعد تشوف الملحن نظام لونه شنو يعني. انت ما قاعد تفتح السندوتش وقاعد تشوف جوا في شنو، قاعد تلمس. نكتب ايوه الثقة دي. قربت مني. خلصت؟ ابدا. قول انا اول. طيب الكسرة اول شيء كسرة ما طازة، كسرة بايتة. كسرة بايتة في الثلاجة من امبارح، معمولة لحم رقيقة. كده مرقيقة نفس الشيء ما عاد لا كده بايتة. ما هي بايتة لكن محترمك جد. محترمك. يلا ده لعب يلا ده لعب. ما هي تجي بس انا تذوق. محترم البرنامج ما اقدر اشتت لك. لا لا ما شديد برنامج. انا محترمكم ده احترام البرنامج. لازم تكون انسان دقيق، لازم يكون في بوينت يا جماعة، لازم يكون لازم ادرب طيب. صعب نجيب والله. لنا حاجة ناكلها دائما. طيب النقطة حتمشي منو؟ النقطه ممكن يعني الاثنين يعني 4-2 أسئلة. الوجبه هي ملاحم رقيقه بكسره، والنقطه بتمشي لتيكو ولمهند. كده التوتال سكور 3-2. خير عيب تقول كده، أنا ما حصل غشيت في حياتي. في شوكه. ممكن آكل بيدي عادي ولا ممكن. ديسكاستنج وكده؟ يا سلام شباب والله أنا بحب الحياة دي. انا بس بضحك لانه بيشيل الشوكه فاضيه. وعامل نفسه برضه اوتوكيت وكده. انت زول خليك حقيقي، اكل بيدك. في حاجه غير لا والله العظيم عارفه واكلته. عرفت شنو؟ افتح هذه. تحط شيء بس. انا حقول لكم، انا هكتبها لكن حقول لكم انا قاصد شنو. تمام. خلصت استاذ، خلصت يا استاذ. اما خلصت
والله يا شباب والله اقسم بالله عارفها، والله العظيم عارفها. طيب قول انت شنو؟ ما عنده علاقه. الكذب زبادي بالسود. يلا هو ما زبادي، هو روب اللي بيكون عارفين انه ذاك الروب ذاك الثقيل هناك بالفراوله معاه بسكويت اوريو مثلج. يلا ما ضقت اوريو عديل. في بسكويت رايكم، في بسكويت. انا ما ضقت هو بسكويت. هو ما في حاجه مجمده، انت ما عارف هي بسكويت ولا هي تلج. في بسكويت، لا في بسكويت، في بسكويت لكن بنكهه زبادو بنكهه الفراوله مجمد. فراوله ولا توت؟ مبدئيا رايكم فيش؟ هي جميله جميله جميلة والله. هي هي جميلة. كلها حسي حتمها جميله والله. طيب دي عباره عن زبادي فراوله، بسكويت، مجنون والله. عسل عسل انت والله، عسل انت. وقشطه. يلا دي صح. يلا مبدئيا انا ما ضقت اي بسكويت، يلا دوت بسكويت. انت بضق كردومات مثلجه يعني ما فيها طعم بسكويت. عارف ليه؟ عارف ليه؟ انا انت انسان عندك احساس، لو كان عندك احساس كان دكتور. لو كان عندي ساعه نار تبطل. تقدر ترتبط. طيب لانه تيكو قال زبادي فراوله، البوينت هتمشي لتيكو. انا ما اعتذر. مجنون والله. واذن الفايز بهذه الحلقه بوي هو تيكو. وانا انت انسان حقيقه انسان شوف بس بشوف. عشان ضميري ما يعلمني، انا غشيت في واحده بس والله. انا غشيت 200. انا غشيت 200. ده شوف خط الطيب كاتب لي جمله سويديه. ما انا هو قاعد والله جبت ميكا، ما انت ميكا جبت الناس طيب. والله ميكا جبت سويسريه عرفت فيه غلط. ده بيعرف جبت سويسريه من وين؟ وكاتبها غلط. هو كاتبها ليه غلط؟ خدت صوت. كذاب والله كذاب والله جبت البوك ذاته ما اكلها الا يلا عين ما جاني وحي قال لي جيب هو تيم بناكل وعصون ومصدر عاين دي الورقه وقع النظام ما والله انت محمد. انا غبي والله غبي. طبعا محمد انا بحبك كويس انت اخوي، لكن في النهايه نحن دايرين الحلقه دي تكون ممتعه، ما تزعل مني ها. جهز لك العقابه، خش ولا كلمه انا فايز انت لوزر يعني خاسر يعني فاشل. يلا شباب جهز العقابه. اسمع ايه تليفونك يا خلاص ما دقيقه انزل اوري الناس ان الحلقه نزلت. آه. يعني بنصور وبننزل في نفس يعني والله العظيم. ولكن والله هم يستاهلوا الشباب يعني، وقاعد يقصروا دائما بيدعمونا ولايكات وبتاع. شكرا يا شباب والله. والله يا مهند شوف يعني انا ما كان نفسي توصل للمرحله دي. الشباب طبعا نمشي المطبخ ونجي. داري يمين ولا يسار؟ طيب داير يمين ولا شمال؟ انا من اهل اليمين فاختار شمال. داري يمين ولا شمال يا مهند؟ شمال يا شيخ. المشكلة عمر والله محترم، بس دي المشكلة هنا. يعني انت حتجيب كم حاجه وبعدين حتمكسوا بينهم؟ طبعا. يعني حاجات انا اخترتها. لكن صوت مبشر بخير مبدئيا كده. والله يعني صراحة انت لو اخترت يمين كعب، لو اخترت شمال برضه كعب. والله انت يمين ولا شمال؟ لكن قاعد نصيحة بقول لك انا. يمين ولا شمال؟ اي يلا انا حاسس في صوصات، في كاتشب، في لعب. فعلا. يلا انا ما بشرب كولا مع كاتشب. ها اختار يمين. تمام. في صنة جماعية معناها دي حاجة عملنا عديل. والله يا مهند انا والله يعني احاول اساعدك لكن هم ما قدروا يساعدوك والله. يلا ده معناه انتقام من السلطة، سلطات العليا. ده انتقام. شباب انتم مضايقين مهند ده في حاجة ولا شيء؟ جد ما عارف عشان ما قاعد انشر لهم الريلزات ولا ما عارف شنو. بيت معاك الليل والله. والله يا مهند شوف انا عايز اقول لك حاجة والله. ليلى الشيخ يعني بعزز لك. انا مهند عايز اقول لك حاجة تمام؟ انا لو اخترت يمين ولا اخترت شمال ولا كده انت كده بداية ما حتشرب، عرفتها؟ عشان كده تختار صح تمام؟ هسه اختار يعني هاي يمين ولا شمال؟ شامل ريحة قهوة النسكافيه. النسكافيه تتكبى عشان اطبقك مبدئيا كده عشان تنتفع. النسكافيه تتكبى هنا. قبل سمعت في غازات. يلا بس انت اللي حتستمتع. اختار. يمين ولا شمال؟ ايوه يمين برضه. تمام يا مهند ده ايش رمانا ده؟ يا شباب عليكم الله يعني انتوا خافوا على صحتي. يعني لو حاجه يعني خافوا بعدين انا داري اعرف انا اخترت شنو. تعال اعرف مكوناته. شوف الفيديو بص انصدم زينا. لا والله توروني. شاور حاجه زي ما تخش بيتنا صراحه شفتها هنا بس استاذ عمر وعيس وقت فتح علينا. استاذ عمر والله صراحه الليله ما بصر يعني عامل حلقه خير بس قاعد بس بصور ما اسوي شيء. كاميرامان. تيكو توقو شيل بصباعك كده. كويس والله. والله ما انا صراحه رحموك والله جد. اصوب ايه كده؟
هاتي في ريحة نسكافيه. ثاني في حاجة ولا خلاص؟ في حاجة ثاني؟ كفاءة لا والله كفاءة جدا. والله ما انا كان نفسي يعني أنا اغش لكن ما تبغى تفرق اصلا انه انا اغش. جميل. اسمع لازم يشربوا كله. انا دارس اشمه. اسمع يشربوا كله جد. صح والله يا اخي ما صح والله جد. يلا في بن. يلا انت ما تشم انا والله لو شميت ما تشرب والله العظيم. انت غمض ذخرتك. هو يكون غمض ذخرتك. معقول؟ غمض ذخرتك انت بس. عين ممكن تفكها وتشرب. تحت. لا لا انت غمض عين انت يجي اقفل ذخرتك يجي. لا اصبر ده عندي فضول. والله العظيم ما تشم انا قاعد انصحك هسه. مع ريحة البن واصل المخ. ويلا انت ريحة البن دي اتخيل واحدة. يلا كلها يلا فالح كلها كده غمض. والله جميل. سفناب مع بن. لو عرفت الثالثة بنعفيك. دقيقة ما ضايقة. والله شكلها صوص وقاعدة في النص. انتوا لخبطتوا الحاجة دي؟ لخبطناها فالحاجة دي ما كانت عاملة في التحدي ما كانت تعرفتها. وانا دي النشرة بتاعتها بقول. طبعا شباب اللي احنا الليلة هنا يعني غالبا حتكون نهاية حلقتنا او احتمال نهاية السيزون كله في الليلة يعني. عجبك؟ بس شنو يعني هو الطعم. انا اسمع طعم. معقول. الشيخ بن شنو بن 7 اب ودبس رمان. دبس رمان؟ انت الله مرقك من انه مثلا الحليب يتلخبط مع الحاجه دي او الشطه الخضراء. والله يعني انا ما كعب انا كنت خايف انا والله كنت عاوز اغش لكن لقيت انه وفده يا والله شربته كله والله يا اخي رايق والله رايق امسح نظيفه. شباب ادوني مويه طيب ادوني اي شيء. تفضل كله جاهزين يا مان. اهم شيء تكون مبسوط بس. ما شاء الله احنا اهم شيء عندنا الحق هنا شنو؟ النظافه. اهم شيء عندنا بحق النظافه اهم شيء. يلا شباب هنا كانت نهايه حلقتنا. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. انا شخصيا استمتعت ونشكر الصراحه استاذ عمر ما قصر معنا عديد الليله. وترقبوا حلقات جايه ان شاء الله. ما قصر نهائي ما قصر نهائي. انت متضايق اهم شيء. والله يا اخي مبسوط ان الحلقه جميله والفكره جميله. مبسوط انا انه قاعد معاك يا عم. السلام يا ابراهيم يا اخي. حبيبي والله. اخر مره تقعد معي عشان تكون عارف. قبل نهايه الحلقه يا شباب اهم شيء ما تنسونا اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت وفوي المفروض السلام يا شباب. ان شاء الله دايرين السلسله دي سلسله اسمها سلسله التجارب السعي. سلسله التجارب السعي. التجارب السعي دي تستمر يا شباب. ادونا لايكات وشير وكده وحاجات. التجارب السعي. بكتب تجارب السعي خد فوق لايكات كثيره بس وان شاء الله حنشوف. القاكم في تجربه سعي قادمه. مع السلامه.